روك ستار الشركه اللي صنعت لنا العاب الطفوله، او هي صراحه ما كانتش العاب طفوله قوي يعني، صراحه كان فين اصلا طفوله بالمناظر دي. والشركه اللي لو كانت عملت لعبه من 1000 سنه هيكون لسه ليها جمهورها، زي العاب جي تي اي او ريد ديد او ماكس بين او ميد نايت او بولي، او اللعبه اللي لسه اصلا عامل لها قصه مخصوصا مان هانت، والعاب كتيره فشخ بتجيب للشركه دي كنوز، زي طبعا لعبه جي تي اي سان اندريس. صدق او لا تصدق اللعبه دي من 2004 ولحد دلوقتي اكتر من 20 سنه اللعبه دي بتدخل للشركه مبالغ اكتر من تجار المخدرات، وده لو على رايي. اللعبه دي انا مش فاكر خلصتها كام مره، انا خلصتها على بلاي ستيشن 2 و3 وعلى الكمبيوتر وعلى الموبايل اكتر من 40,000 مره. ده انا لما اكون زهقان بشغلها، ده انا لما اكون بره برضه بشغلها. ده انا كان في مره كنت في الجيم والكابتن كان بيمرني، وكتر ما انا زهقت الصراحه وقلت له ان انا كنت عايز اخش الحمام، دخلت الحمام وشغلت اللعبه. ده والموضوع ما خلصش هنا بس، ده انا خلصت مهمتين بحلهم جوه الحمام. طبعا مش محتاج اقول لكم ان الكابتن كان عمال يسيب لي دي من بره يعني، ومش عايز افتكر هو عمل لي ايه اول ما طلع. يا ابن المرض. ولكن دي كانت حالتي لما لعبت جي تي اي وخصوصا سان اندريس. ما بالك بقى قصتي مع باقي الالعاب. روك ستار عملت لنا العاب نكتب عليها قصائد وشعائر مدح اليوم دي، ودي مش سلسله واحده بس، تقريبا في كل سلاسل روك ستار اللي عرفت تبدع فيها. ده انا لسه ذاكرها يعني في اول فيديو. واكبر مثال زي مثلا الثلاثيه الضخمه بتاعت جي تي اي، جي تي اي 3، جي تي اي فايس سيتي، جي تي اي سان اندريس. الثلاث اجزاء دول تقريبا كانوا افخم من بعض الصراحه، خصوصا سان اندريس او فايس سيتي، لان دول كان فيهم نوستالجيا ضخمه. تحس ان كل مكان كان جوه اللعبه انت كنت فاكره صح، وناهيك طبعا عن باقي الشخصيات لان كلهم كانوا مكتوبين بطريقه جامده فشخ. دي بقى جت سلسله ماكس بين وخصوصا الجزء الثاني، وده لان الصراحه اصلا سلسله ماكس بين مش تبع روك ستار من اساسا. روك ستار شافت الجزء الاولاني وعجبها فشخ، فقررت ان هي تعمل شراكه بين الشركه اللي عملت ماكس بين، وعملوا لنا لعبه تخلد في التاريخ واللي هي ماكس بين 2. الجيم بلاي والقصه اتحسنوا فشخ عن الجزء الاولاني. الجزء الاولاني القصه كانت سهله جدا او حتى كمان كانت عبيطه، ولكن عند الجزء الثاني الموضوع اختلف خالص. مان هانت دي تعتبر من اعظم العاب الهانتر ريد اللي انا شفتها في حياتي. ناس كتير فشخ ممكن تفتكر ان اللعبه دي اكشن وخلاص، في الحقيقه اللعبه دي ستيلز اكتر من اكشن بكتير فشخ، وده في اول اللعبه يعني الصراحه، لانهم هيدوك اسلحه بسيطه. واللي ما يعرفش يعني ايه ستيلز لو حضرتك بتتفرج عليها وانت فلاح، انت مال امك انت مالك انت مالش. الستيلز ده مصطلح يعني بيستخدمه على الالعاب بتاعه التخفي، يعني مثلا تيجي تتسلم من ورا حد، تيجي تقتله او تخلص عليه او تاخد حاجه وتطلع من بره المكان من غير ما هو يعرف. وزيد على الالعاب دي بكتير قوي، يعني مثلا العاب اساسن كريد او العاب هيتمان او العاب ميتال جير، كتير قوي يعني الصراحه من ستايل اللعبه ده. وزيهم بقى في اللعبه دي مان هانت، اللعبه دي كانت جامده فشخ من ناحيه الستيلز او حتى كمان الاكشن، وعجبني قوي جو الرعب الدموي في نفس الوقت ده، لان اخوك اللي بتتفرجوا عليه ده سادي لوحده، فاللعبه دي جت على الجرح قوي يعني. الجزء الثاني افشخ منه بكتير من ناحيه القصه والجيم بلاي. وصراحه في الجزء الاولاني كان في مشاكل في الكاميرا وده قرفني شويه في اللعبه، ولكن كل المشاكل دي اتصلحت في الجزء الثاني. جي تي اي 4 دي بقى بجد اللعبه اللي حذرت الشركه. بص هو كجمهورا اللعبه ما فشلتش، بس كتجاريا اللعبه فشخت. بص اللعبه حلوه قوي كقصه او كشخصيات او كتابه وكحتى كمان نهايه، لان ما يعرفش اصلا لعبه جي تي اي 4 دي ليها كذا نهايه، وتقريبا شرحت الموضوع ده في قناه، وانت كمان اللي بتختار النهايات زي الجزء الخامس. دول بقى حلوين جدا عشان باقي الحاجات جيم بلاي خربان. سواء في اللعبه دي توجل وتنشين، انا بحس الطلقات ما بتجيش على العدو اصلا، انا تقريبا كنت بضرب في كل حته الا العدو. جرافيكس بهتان، انا كنت بتعمي حرفيا وانا بلعب، وجو المدينه كان جايب فشخ، وحاله اللعبه كانت صعبه. كل ده كوم، وكوم الجاذبيه ده كوم تاني. انا مش عارف مين المسطول اللي كان عامل لهم الجاذبيه دي، ولكن نيوتن لو كان عايش لحد دلوقتي وكان شاف الكلام ده على ارض الواقع تقريبا كان ولع بالشركه كلها. ولكن تيجي روك ستار تعيد الماتش من اول وجديد وتصلح غلطاتها دي وتقدم لنا يعني لعبه من المفروض تكون من اعظم الالعاب اللي جت في تاريخها، بس من كتر ما اتحلبت يعني اللبنه اتفشخ. وهي طبعا جي تي اي 5. اللعبه دي تقريبا ما فيهاش غلطه، كل حاجه في اللعبه دي كانت ماستر بيس، سواء كانت من الشخصيات او من القصه او مباني لوس سانتوس ذات نفسها، كل حاجه في اللعبه دي كانت جامده فشخ. حاجات كتير قوي اتشالت من جي تي اي 4 عرفوا يرجعوها في جي تي اي 5، ده غير نهايات يعني اللعبه اللي انت تقدر برضه تتحكم بيها، واللي كانت بتثبت لك مدى ترابط الثلاث شخصيات دول رغم ان هم اصلا شخصياتهم مختلفه خالص عن بعض، وده برضه سبب نجاح اصلا اللعبه ذات نفسها. قبلها اصلا بسنه روك ستار عرفت تجيب لنا الجول لما عملت لنا ريد ديد ريدمشن 1 اللي كسرت الدنيا ساعتها، وكانت ناجحه قوي، لان على قد ما الفكره ذات نفسها ضعيفه انك تلعب بكاوبوي محتاج تستحمى في بيئه صحراويه، ايه اللي ممكن تنتجه؟ وده اللي انا فكرت فيه في الاول الصراحه قبل ما العب اللعبه دي، ولكن لما لقيت الناس كلها بتيجي تشكر فيها قلت الصراحه ده مبدا حياه يعني، نو ريسك نو فن. انا هخسر ايه يعني من دنيتي لو لعبت اللعبه دي؟ غير شويه وقت ومبادئ يعني من عندي، لكن مش مهم. انا لعبتها واتفاجئت من العظمه اللي كانت فيها. اللعبه دي يمكن اتظلمت عند ناس كتيره جدا بسبب انهم اخذوا عنها فكره وحشه منها لعبه كاوبوي، بس اللعبه دي ماستر بيس في كل حاجه، من ناحيه مثلا المهمات الجانبيه او الاساسيه، من ناحيه مثلا كتابه الشخصيات او القصه، بس الاعظم منها وستظل الاعظم في تاريخ الالعاب مش في روك ستار بس صراحه. وهنا انا طبعا بتكلم عن الجزء الثاني اللي بعديه واللي هو ريد ديد ريدمشن 2.
لو فضلت اتكلم عليها سنين عمري ما اجيب حقها. دي من اعظم الالعاب اللي تمت كتابتها وصناعتها في التاريخ. اللعبه دي اخذت جوائز بالهبل من ناحيه القصه والكتابه، لان القصه جباره، وعالم ريد ديد ريديمشن 2 اصلا لوحده جامد فشخ. ما بالك بقى باقي اللعبه، الشخصيات والعالم اللي فيها. العالم هنا واقعي بزياده، بيحسسك كانك قارون زمان. زي ما انا قلت لكم الاول، انت حرفيا حته كاوبوي اللي عليك بس ان انت تيجي تقتل عشان تجيب فلوس لعصابتك بس. ولكن في الجزء ده بالذات روك ستار عرفت تتميز بيه جامد جدا صراحه. اللي اختار مسار الزمني عشان يعرف يربط القصه حقيقي جامد فشخ على الفكره دي. طبعا كلام جميل جدا يعني على الجزء الثاني. طبيعي ناس كتيره جدا لازم تخلص الجزء الاولاني عشان تعرف تلعب الثاني، ولكن عايز اقول لك الكلام ده مش هيمشي مع اللعبه دي اصلا. ريد ديد ريديمشن 2 اصلا احداثها قبل الجزء الاولاني، يعني انت لو فكست الجزء الاولاني ودخلت على الثاني مش هيحصل اي حاجه، بالعكس ده هو ده اصلا مسار القصه الصحيح. وده بونس حلو قوي الصراحه للعبه. واللعبه دي قصتها جامده فشخ. بتتكلم عن بطل القصه واللي اسمه ارثر مورجان، اللي يعتبر طفره في عالم الشخصيات. ارثر مورجان للاسف كان شخص ما كانتش طفولته كانت احسن حاجه، فكرني بطفوله جاتس شويه، ولكن ده شكو تاني يعني اوسخ منه بكتير. ولو ما تعرفش طفوله جاتس عامله ازاي ف تيجي نعمله يعني بلاش نعرف. الحمد لله الدنيا ضاقت بيه جدا لغايه لما بقى راجل العصابات، وبالذات عند رئيسه واخوه ظهره وسنده والدنيا كلها، واللي هو بزنس ماي بزنس اي كي دوتش. دوتش ده يعتبر من احقر الناس اللي انت تقدر تحبها في حياتك كلها. بالظبط زي ما انت سمعت بالظبط، الكلمه غريبه بس والله العظيم منطقيه جامد قوي على الشخصيه دي. الراجل ده كل ما بيتنفس بيكون عايز فلوس عايز فلوس عايز فلوس. ما بيهمت. والصراحه لو نقعد نتكلم على جميع شخصيات ريد ديد احنا تقريبا مش هنخلص. بجد اللعبه زي دي انت تقدر تضيع عليها وقتك التمرين ده فيها كله، وانا في الحقيقه لسه ما خلصتهاش. ولو انا عندي الصراحه جهاز قوي اقدر اخلص عليها اللعبه دي ما عنديش اي مشكله الصراحه خالص ان انا اخد التجربه دي او المغامره دي ان احنا نيجي نختم اللعبه دي مع بعض، خصوصا ان انا في حاجات في القصه مش عارفها خالص. وده باختصار شديد تاريخ روك ستار. ومن هنا بقى نوقف، عشان من هنا كل حاجه الصراحه اتغيرت. كل الالعاب اللي انا جبت سيرتها قبل يعني ريد ديد ريديمشن 2 خصوصا اللي اتعملوا يعني في اقل من 15 سنه، وانا تقريبا اتكلمت على اكتر من 10 العاب. تقدر انت يا عزيزي المشاهد تقارني مده صنع الالعاب دي بنفس مده اللي اتصنع بيها الالعاب بتاعت روك ستار دلوقتي؟ بس انت طبعا مش هتقدر تعرف تعمل كده عشان اصلا مفيش العاب. من هنا نقطه سودا من اكتر العيوب اللي روك ستار استحاله تقدر تصلحها الا لو هي اتاخرت طبعا كالعاده. حته التاخير صراحه مش هقول ان هم غلطانين فيها قوي، لان حته التاخير اصلا بحد ذاتها متقسمه لنوعين. نوع من الناس شايفين ان هو صراحه عادي جدا يعني، اصلا ده اللي المفروض يحصل عشان يعرفوا يصنعوا لنا طفره في عالم الالعاب، واللي هي طبعا جي تي اي 6. وانا الصراحه مؤيد للراي ده، لان انا من بعد لما شفت التريلر سواء كان الاولاني او الثاني انا حرفيا عينيا لمعت وجيوبي شخر. حسيت انه لا بجد يعني الكلام ده كان كله محتاج وقت وزياده، وده بالذات باين قوي يعني في التريلر الثاني. انا لما كنت قاعد زهقان لقيت مره واحده النوتيفيكيشن من روك ستار بتنزل التريلر الثاني بتاع جي تي اي 6. مخي الصراحه ما جمعش في الوقت ده ساعتها، بس لقيت نفسي مره واحده ميت بالضحك الصراحه، عشان لسه في ناس بتجمع فلوس من ورا العبط ده. بس لما لقيت التريلر متعوب عليه وبغباء فساعتها استوعبت وايقنت ان استحاله يكون في هنا فوتوغرافر يقدر يكذب المنظر ده. بعدها بصيت على القناه بسرعه واتصدمت اكتر لما لقيت ان التريلر نازل من روك ستار. هنا الصراحه انا استخبيت في اي ركن بيت الصراحه وقعدت اركز كل ثانيه موجوده جوه التريلر ده. وللاسف انا ما اتعلمتش زي اللي قبله او نسيت يعني الصراحه. التريلر حرفيا فيه بلاوي تديك 100 سنه سيئات حرفيا قدام. ده انتوا عايزين تدخلوا واحد جهنم، قصدي مش هتعملوا فيه كده. لكن بصراحه الاعلان ده كان جامد، يمكن احسن من اللي قبله بغض النظر ان هم ركزوا على جيسون اكتر. بس في شخصيات تانية لمحناها. في شخصيه علقت معايا قوي وشدت انتباهي واللي هي الشخصيه دي. مش عارف ليه بس حاسس ان الراجل ده شبه داتش فشخ، ومش عارف ليه بحس ان الراجل ده هيقدم لنا عظمه اقسم بالله. قنبله اورا هتطلع منه في اللعبه. احنا جامدين قوي عشان دي مش اشكال حد يستهان بيها حرفيا في اللعبه. ولكن عامه كميه الاماكن اللي احنا شفناها بالتفاصيل دي الفشيخه، الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله يا اخي اقسم بالله الواحد تحسه ان قلبه انشرح. فكل التفاصيل اللي كانت جوه اللي هي الالوان دي تستاهل عليها الوقت ده كله والله. ولكن هنا بقى بيحصل القلق مع كل الانتظار وكل السنين دي. روك ستار الصراحه نزلت كام لعبه وحسبي الله ونعم الوكيل، كلهم كانوا اخرى من بعض. ايه القرف ده يا جدعان في ايه؟ والالعاب دي واللي هي الالعاب الثلاثيه الثلاثه جي تي اي، منها جي تي اي 3 جي تي اي فايس سيتي جي تي اي سان اندريس. يا اخي انا لما شفت كل منظر فيهم في اللعبه دي انا بطني اتقلب. ده المودات تقدر تخلي اللعبه احسن 100 مره من عمليه روك ستار، وده حرفيا خلى ناس كتيره جدا تمسك قلبها وتكون مرعوبه حرفيا لحسن جي تي اي 6 تبقى بالمنظر ده. كل الكلام ده كان 2021. على 22 اتسربت شويه حاجات من اللعبه، وطبعا ما اقدرش اوريكم الصور عشان روك ستار تقريبا التسرب ده حصل لانهم خافوا ان اللعبه تكون كده فعلا زي الثلاثيه الحقيره الثلاثه، ويا ريت الموضوع ينتهي على تسريبه. بس للاسف اللي اتسرب ده كان صور بدائيه في اللعبه، والصراحه انا مش فاهم ولا فاكر برضه والله. ولكن اللي اتسرب ده اصلا بدايه تطوير اللعبه، فزي العبط افتكروا ان هي دي اللعبه خلاص كده اللي هتقدمها روك ستار. وتاني طبعا ما اقدرش اسرب لكم اي
اي فريم من صوره واحده عشان روك ستار ما تجيش. وده طبعا ادى لزن كبير جدا على الشركه، ضغط ورا ضغط ورا ضغط لغايه لما جت 2024 وروك ستار نزلت لنا تريلر وجت وسكتتنا بيه. الحمد لله كان كله هو الحرق دمي ان اصلا التريلر اتسرب من اساسا، ما كانش نازل من روك ستار، يعني صباح الضحك التريلر نزل من بعد لما اتسرب، ولكن المهم ان هو من بعد لما نزل وكان ايقوني بصراحه بغض النظر عن السفاله. لسه برضو كان في ناس عندهم ذره قلق كده بحجه اللي هو يمكن يا جدعان التريلر متكروت، هل يمكن ده هو السبب اللي خليهم ينزلوا التريلر التاني؟ انا فاهم ان روك ستار نزلت 2 تريلرز لجي تي اي 6 عشان يعرفونا على لوسيا وحبيبها، ولكن كل اللي انا عايز اقوله كل اللي حصل ده هيفضل نقطه سودا حرفيا جوه الشركه وعيب ضخم جدا. وبالمناسبه بغض النظر هل في حد بيحب روك ستار ولا بيكرهها، احنا ما ينفعش ننكر ان الشركه دي عظيمه. والله في العاب بقالها 20 سنه اقسم بالله لحد دلوقتي لسه بتتلعب، بس الشركه دي تعاملها غبي قوي، دي ضيعت جيل بحاله اللي هو بلاي ستيشن 4، واشك والله انهم هيضيعوا من ايديهم بلاي ستيشن 5 يعني بالعبط ده. انا بس اللي انا كنت عايز اقوله ان كان في كميه سلاسل لو كانت اكتملت كانت ممكن تدوس وتبقى احسن من جي تي اي. وهنا انا طبعا بتكلم على بولي 2، بس بغض النظر عن بولي 2 انت فاكر ان بولي 2 بس هي اللي كان ممكن تعمل لها جزئين؟ ده بولي وميد نايت وماكس بين 4، وطبعا ما ننساش مان هانت 3. اصلا مان هانت عباره عن جزئين، عايز اقول لك الجزئين ما لهمش اي علاقه اصلا ببعض، فاللعبه زي دي لو كان ليها جزء ثالث كان الموضوع كان هيفرق معاها قوي، ولكن طبعا الشركه المعطوبه دي رمت كل الكلام ده في الزباله، وحرفيا روك ستار ما عملتش اي حاجه غير انها خلتنا نستنى بس وتحلب لنا جي تي اي 5 لغايه لما حرفيا اللاعبين كرهوها. طبعا كل ده حصل بسبب الانتظار والتاخير، اللعبه للاسف هتتاخر اكتر من كده، ده غير ان طبعا في انتظار زياده اكتر من كده بسبب كاس العالم، يعني اللعبه مش هتنزل اصلا على مايو 2026. في الاخر اللي انا كنت عايز اقوله الانتظار عمره ما هيرضي بني ادم الا لو كان شايف نتائج حلوه، ولكن مع كميه الانتظار ده وتظهر لنا العاب زباله ملهاش اي لازمه، وطبعا انا هنا قصدي على الثلاثيه الحقيره دي، مستني مني انتظر ايه من لعبه ممكن فلوس تضيع عليها؟ انا مش بقول ان جي تي اي 6 ممكن تكون زباله، قطع لسان الحيوان اللي يقول كده، انتوا مش بتشوفوا تريلرز ولا ايه؟ ولكن اللي انا عايز اقوله لك من قبل ظهور التريلر وبعد ظهور التريلر كان في فرق شاسع. قبل ظهوره الناس حرفيا كانت خايفه ومرعوبه لحسن فعلا اللعبه تكون زي الزفت زي الثلاثيه طبعا وفي غيرها، ولكن بعد التريلر في ناس اطمنت بجد وحسوا انه لا اللعبه دي فعلا مصروف عليها بجد. ولكن مع 2026 سنه كاس العالم وسنه ان شاء الله نزول اللعبه، بما ان انا سمعت ان من قريب كده الشركه اتحرقت، مش عارف ده غضب ربنا ده ولا ايه. اتمنى اللعبه تكون حلوه واتمنى فعلا ان هي تكون قد التوقعات، لان لو اللعبه وحشه ورب اللي خلقني الشركه دي مش هيطلع لها شمس تاني. المهم يعني بس كده يا جدعان هو ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم عشان اتفشخت فيه بامانه، ولو عجبكم اتمنى ان انتم ما تنسوش اللايك والاشتراك، وسلام.